قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا. كلامنا النهارده عن المراحل التطويرية للنادي الأهلي في التعاقدات مع مدربين. في 2018 2019 قررت إن أنت تجيب مدرب، وكان مارتن لاسارتي كان يقدر إنه يعمل معاك حاجة كويسة، ولكن العشم مات ولاسارتي فشل مع النادي الأهلي فشل ذريع. فبتحس انه واقف على الخط بيبيع كبده بالسكسوكه بتاعته، ولكن قررت ان انت تاخد خطوه ايجابيه حرفيا، ودي من الخطوات اللي تحسب لمجلس الاداره وقتها، انه جاب مدرب زي ريني فايلر. كان مدرب مغمور ومدرب اسم مش كبير في مجال التدريب في سويسرا، ولكن الراجل جه وعمل شغل كويس جدا مع النادي الاهلي. فايلر قدر انه يوقف اللعيبه على رجليها بدنيا وتكتيكيا، اللي قاعدين على الدكه زيهم بالظبط زي اللي موجودين في ارضيه الملعب. وكمان انه الراجل يوصلك لان انت توصل لمرحله انك تكسب 20 مباراه متتاليه مع النادي الاهلي علشان يتساوى مع الاسطوره مانويل جوزيه انه يتعاقد وانه يوصل لهذه المرحله، وانه ينهي بطوله الدوري قبل نهايته ب7 جولات. كانت سيزون كويس او سيزون ونص كويس جدا مع النادي الاهلي، ثم الراجل دخلت 2020 في الكورونا والازمات، والراجل ما قدرش انه يستحمل بسبب عيلته الوجود في مصر، فقرر الرحيل. ثم اداره النادي الاهلي خدت قرار جريء ايضا بعد التعاقد مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني. مجرد وصوله الى مصر ومجرد انه هو بقى مدرب للنادي الاهلي، عرفت قد ايه ان الكوره والتدريب مش بالجنسيات ولا باي حاجه غير ان هي بالدماغ. بيتسو موسيماني كان قدر ان يعمل معاك اداء كويس. كسبت مباراه نهائي القرن، كسبك 2 دوري ابطال افريقيا، وكسبك برونزيه كاس العالم، وكسبك السوبر الافريقي، فعملت معاه اداء كويس جدا. بيتسو موسيماني كان عقرب حرفيا في التكتيك، كان الراجل كان بيعرف انه يلعب مباريات الكبيره بشكل كبير جدا، عنده بيقرا الخصم بصوره ذكيه جدا. ثم بعد كده بيتسو موسيماني حصل خلافات مع الوكيله بتاعته اللي هي زوجته، وقرر انه يمشي. النادي الاهلي بعدها هدي شويه، عين مدرب مؤقت في النادي الاهلي. ثم بعد كده جالنا انا بشوف انه واحد من الناس اللي اتظلموا جدا مارسيل كولر، اللي هو وصلك ان انت تلعب كوره بشكل كبير جدا. مارسيل كولر قدر ان هو يخلق لك دافع كبير جدا بعد ما استلم الفتره اللي بعد بيتسو موسيماني. اللعيبه حرفيا كانت واقعه على بدنيا، اللعيبه كانت مشطبه كوره، قدر ان هم يرجعهم تاني لارضيه الملعب وللمباريات والحماس، علشان خاطر ان مارسيل كولر يبدا يعمل تاريخ مع النادي الاهلي ويخسر بفعل فاعل ده نهائي دوري ابطال افريقيا في ملعب مركب محمد الخامس، علشان الاتحاد المصري خبى الجواب للاسف، علشان المباراه المفروض تتلعب في ملعب محايد وقتها. ثم يشارك النادي الاهلي مع مارسيل كولر في بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم 2023، ويروح يكسب الوداد في ملعبه امام جمهوره بالقاطله محمد عبد المنعم هدف التعادل، ثم النادي الاهلي ياخد البطوله. مارسيل كولر حقق نجاحات كتيره جدا مع النادي الاهلي، وحقق بطولات كتيره جدا مع النادي الاهلي، وحقق مكاسب كتيره جدا مع النادي الاهلي. مارسيل كولر مدرب من المدربين اللي هم سابوا بصمه مع النادي الاهلي، وما كانش يستحق ابدا النهايه اللي هو حصل عليها، وانه يترمى بالازاز من جمهور النادي الاهلي في الملعب الاهلي لما نفسه ظلمته وهيئت له مارسيل كولر مدرب فاشل. جه العقاب بانه النادي الاهلي جاب ريبيرو وسواريش. ثم انا ما شفتش واحد اسوأ من سروب اللي موجود حاليا في النادي الاهلي. الراجل ده انا ما شفتوه، ليس له علاقه بكره القدم. سروب ليس عنده فكر فني ولا تكتيكي ولا وعي ولا قراءه الخصم ولا اي حاجه. انا حاسس لو جابوني ومسكوني حرفيا اداره النادي الاهلي او مدير فني النادي الاهلي، انا ممكن اعمل اداء احسن من اللي هو بيعمله. ولكن الحقيقه انه سروب التعاقد معاه على المليون علامه استفهام. انت ازاي تعمل عقد مع واحد زي ده مغمور زي ده، وانت ضحكت علينا وقلت لنا انه الدنمارك
ده مدرب مستقبل. ومن امتى الدنمارك فيها مدربين كرة قدم ولا فيها لاعيبه يعني عالميه؟ ولكن هنا المشكله انه النادي الاهلي بدأ يطلع السلم خطوات ثابته وخطوات كويسه. يعني جبت فايلر، ثم موسيماني، ثم مارسيل كولر، ثم ان انت وعيت تاني سابع ارض بوجود صروب على قياده التدريب وقياده التشكيل في النادي الاهلي. فدي كلها حاجات تبين ان النادي الاهلي عنده مشكله. نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي ياخد الدوري ويفوز بكل البطولات، ولكن انا والله ما هبقى مبسوط لو النادي الاهلي فعلا حتى خد بطوله الدوري، لان النادي الاهلي السنه دي معيشني في كابوس، ومعيش اعتقد كل الاهلاويه في كوابيس. سلام.